المكان اول ما هتدخله هتحس انك وقعت في فيلم عربي قديم. لو ليك في الجو الكلاسيك فالمكان ده ليك وهيعجبك قعدته. المكان كله كلاسيكي، عبارة عن انتيكات وصور قديمة. اول ما بتدخل بتلاقي استقبال ظريف من بنت شغالة هناك وبتشرح لك الوضع والاسعار، وهو باختصار انك ممكن تقعد وتقضي اليوم كله ب20 جنيه بس، وده المنيو بتاع المكان. بس ما تطولش هناك عشان ممكن تلاقي اسماعيل ياسين او نجيب الريحاني طالعين لك من الحمام. الاسعار هناك معقولة، بتبتدي من 10 جنيه واغلى حاجة ب30 جنيه. وعلى فكرة موجود انترنت هناك مجانا. نصيحة بقى، لو رحت هناك ادخل على الفراندا على طول، عندهم فيو جميل جدا. اطلب مشروبك اللذيذ واقعد كده وروق على حالك. بعد ما تخلص قعدتك خد لك جولة في المكان وتصور لك كام صورة رايقة وحلوة للذكرى. اسمع، نعم، إذا لم تكن لي والزمان شرنبرم فلا خير فيك والزمان ضرلني. تلاقي اكتر من لوكيشن تاخد فيه صور. المكان حرفيا كله معجون بالفن والديكور، وفي كل ركن قطعة انتيكة. المكان مسموح بيه بجميع الفئات، انت واصحابك او انت وخطيبتك او حتى لو حابب تروح لوحدك. المكان ده اسمه تراث، وهو اسم على مسمى. هتلاقيه في محطة الرمل على الترام في سعد زغلول امام مطعم بازوكا. وبس يا سيدي، لو وصلت معانا لنهاية الفيديو مش هقولك بقى اشترك في القناة او تتابعنا، بس لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير، عشان ده بيساعدنا اللي احنا نوصل الفيديو لعدد اكبر.